ايلون ماسك وبيل جيتس بيعلنوا نهاية عصر الموبايلات. تعال اقول لك ايه الحكاية دي. تخيل معايا كده تصحى من النوم ما تلاقيش موبايلك، ولا واتساب ولا فيس ولا انستجرام ولا حتى تيك توك ولا يوتيوب ولا اي حاجة خالص، ولا حتى مكالمات من اي حد. ليه؟ لان ببساطة جدا العالم كله خلاص قرر يستغنى عن الموبايلات. وده يا سيدي لان ايلون ماسك الراجل اللي بيبعت صواريخ للمريخ طلع قال لك بكل بساطة في المستقبل مش هنحتاج نمسك موبايل اصلا، كل حاجة هتحصل جوه دماغك، وده عن طريق شريحة الكترونية اسمها نيورلينك. والشريحة دي لو انتم مش عارفين بتتركب في دماغك وبتخليك تتحكم في الاجهزة بعقلك بس. يعني تبعت رسالة من غير ما تكتب، تتفرج على فيديو من غير ما تفتح يوتيوب. وده مش خيال علمي ولا زي الليمبي 8 جيجا، لا دي شركة شغالة دلوقتي فعليا وبدأت في اول تجربة على البني ادمين. لا وخد عندك بقى، مش ايلون ماسك بس اللي مجنون، لا يا سيدي بيل جيتس كمان دخل اللعبة، بس بدل ما يركب لك شريحة جوه دماغك هو بيجهز لك وشم الكتروني. هتقول لي وشم؟ هقول لك وشم الكتروني يتلزق على جلدك ويقرا ضربات قلبك، تحركاتك، مزاجك، وكل حاجة بتعملها، وكمان يوصلك بالعالم اللي حواليك زي ما الموبايل بيعمل النهاردة وممكن اكتر شوية. اما المعلم مارك فبيراهن على نظارات الواقع المعزز، بيقول لك سنة 2030 الناس هتستغنى عن الموبايلات تماما وكل حاجة هتبقى قدام عينينا بالنضارة. رسائل بقى، فيديوهات، خرايط، شات، كله هيكون قدام عينيك وانت ماشي في الشارع. لكن مش الكل متحمس. تيم كوك رئيس شركة ابل بيقول لك لا احنا مش هنستغنى عن الموبايلات دلوقتي وهنفضل نطور الايفون لسنين قدام، لان التغيير ده كبير ومش سهل ومحتاج وقت وتقنيات متجربة ومتاحة للكل. السؤال بقى، هل فعلا الموبايلات قربت تموت ولا دي بس شطحات من ناس بتحب تبص للمستقبل والعالم الاي اي؟ وايه رأيك انت؟ هل توافق انك تركب شريحة في دماغك ولا تفضل تليفونك في جيبك؟ سيبولي رأيكم في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم في حوار الوشم الالكتروني، واشترك في القناة لو لسه جديد علشان اللي جاي اخطر.